للاستاذ الكابتن خالد. قبل ما تسالني بس حته اذا اردت ان تدور او يعني تفتش تبحث على سوء مستوى اللاعبين الكبار اللي هم الافريقيين اللي بيجوا، ادور على وكلاء اللاعبين وعلاقاتهم بالمدربين الموجودين. اتكلم كلام في الصميم. علاقات الوكلاء اللاعبين بالمدربين. لا انا ساعات بيبقى فهمي بطيء. يعني نحاول نستوعب شويه. علاقات المدربين بوكلاء اللاعبين. هناك بعض الوكلاء اللي بيعينوا مدربين، هناك بعض الوكلاء اللي بيشغلوا مدربين عشان يدخلوا لعيبه للانديه من خلالهم هم فقط لا غير، ومعروفين بالاسم طبعا. كم حاله كتير والله يا كابتن. كتير في مصر كتير. هو في فلوس في مصر؟ لا انا ما بكلمكش دلوقتي في الوقت الحالي، ما ده اثر بالتالي بالسلبيه على مشوار الكره المصريه طبعا. انما لو احنا نتكلم على بطوله افريقيا يا كابتن او على لاعب افريقي، هات لي واحد في مصر فني ناقش او تابع بطوله افريقيا للمحليين عشان يطلع من نيجيريا من مالي من الغانا. برافو عليك. هات لي واحد فني، هات لي مدرب. انا بقول لحضرتك هات لي مدرب في مصر بالاسم تابع مباريات كاس الامم الافريقيه المحليين. هتحدى لو في اسم واحد يا فندم. احنا لو عايزين نجيب لعيبه افارقه المحليين دول بيلعبوا كلهم في انديتهم، كانت بطوله زي ديت ممكن تفرز لاعب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه. ولكن في النهايه طالما هناك كلهم محليين واعمارهم صغيره، طالما هناك علاقات بتدير او بتدار بها الانديه، اعتقد ان ده يعني خطر. كان لازم نهني ليبيا الحقيقه في البدايه